ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض سمك مقلي. ده سمك بلطي او سمك شبار حسب المكان عندكم بتسموه ايه، بلطي او شبار. احنا هنا بنسميه سمك شبار. هنضفه ويتغسل ويتملح واسيبه على مطبخ الرز زي ما انتوا عارفين. هغسله واملحه واسيبه على مطبخ الرز على ما اعمل السلطه. احب اشكر اخواتي اللي بيتابعوني واللي انا بتابعهم. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. السمكة اللي هي بتبقى كبيرة ديت وهي بتتنضف بتبقى يعني ايه، جامدة على الايد شوية. ممكن لو انت مش عارفة تنضفيها ممكن تخلي بتاع السمك ينضفهولك. يعني لو انت مش هتعرفي تنضفي السمك خلي بتاع السمك ينضفه. هما بيبقى عندهم بقى السكاكين والمقصات ديت حامية. شطفت السمك بعد ما نضفته، شطفته كده. بعد ما نضفته وهفتحه بقى هعمله ايه، شريحتين كده. وهرجع اشطفه تاني. ارجع بقى اشطفه تاني. قلتلك لو انت مش عارفه تعملي كده خلي بتاع السمك يعملهولك. ده كده بقى اشطفه تاني واتبله واقوم قليه على طول. نعمل واحده تانية اهي مع بعض. انت بتقومي جايباها من هنا اهي، وعلى السيف بتاع ظهر السمكه كده اهو اهو، على سيف ظهر السمكه. وتقومي جايه هنا عند الراس اهي، تقومي جايبه دي كده. تقومي بس مسلكه ايه السمك من ظهرها، تسلكيها بس كده اهو بالسكينه. تسلكيها من السمكه من ظهر السمكه اهي. هشطفه شطفه كمان واقوم متبلاه. شطفته شطفه تانية وملحته اهو. اسيبه بقى في التتبيله لغايه لما اعمل الرز، لغايه لما اعمل السلطه، واقوم قلي على طول. كلمت الحكومه علشان تيجي تشوف حكايه الشنطه اللي اتسرقت، واكلم الحكومه ليه؟ الشنطه كان فيها. ده كده الخضار اللي انا هعمله سلطه، جزر وفلفل وليمون وطماطم
وخيار وجرجير وربطة كزبرة. ده كده اللي انا الخضار اللي انا اعمله سلطة. هنا انا بشوي البتنجان على عين البوتاجاز. يعني كل جنب كده شوية لغاية لما البتنجانة تتشوى، وسيبها تبرد وقشريها براحتك خالص. من كده برضو بحمر البصلة عشان الرز، احمرها قوي واحط المية، اعد الرز واحط الملح. وزي ما قلت لك لو عندك باقي تمليحة من السمك وعايزة تحط معلقة حط. وده الرز كمان خلص. يبقى كده عملنا السلطة، عملنا الرز، عملنا البتنجان، وقبلهم كنا عاملين السمك ومملحين. كده بقى فاضل قلي السمك على طول. السمكة كده ببدرها بس كده بالدقيق، دي القطعة اللي هي فوق. كده انا خلصت السمك، قليت على قد ما احنا عاوزين، وعندي الباقي في التلاجة. كده خلصت معاكم الرز والسلطة والبتنجان، وقليت سمك على قد ما احنا عاوزين، والباقي عندته في التلاجة. دي اللي هي القطعة اللي فوق، ودي القطعة التانية. اقلي كده على قد ما انت عاوزة، والباقي يعني في التلاجة تقلي يبقى سخن. عايزة تقلي الكمية على بعضها اقلي. كده بقى انا واقفة على اللي انا اغرف على طول. كده انا خلصت، فاضل اللي انا اغرف واحط الغدا. احب اشكر اخواتي ومتابعيني على متابعتهم ليا،
أحب أشكر الأستاذ إبراهيم مسعود، أخ كبير بيحفزنا ويشجعنا. ربنا يديمه نعمة في حياتنا يا رب. يلا يا قلبي، باي.